ده في مسلمين ضد احكام القضاء، وفي مسلمين بتأيد بعض احكام القضاء، وفي مسيحيين ضد احكام القضاء. طب ايه القصه؟ هل القضاء في مصر نظيف؟ أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ. معكم دكتور وجيه رؤوف، ندافع عن كل إنسان مظلوم مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب المذنب البريء، كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وجيه رؤوف. مساء الخير. النهارده هنتكلم عن أهم ناحية من نواحي الفساد في مصر. النهارده هنتكلم عن فساد القضاء المصري. لكن قبل ما نبتدي أتكلم عن فساد القضاء المصري، عايز أقول حاجة. بعض أصحابي زعلوا مني عشان أنا بحط مثلا تعليقات على خير أمة أخرجت للناس، وبيقولوا لي إن خير أمة أخرجت للناس دي آية في القرآن الكريم قالها عن المؤمنين، أنكم خير أمة أخرجت للناس. أنا لما بختار كلمة خير أمة أخرجت للناس بختارها كوصف وليست كآية في القرآن. ولما بختار كلمة زي كده مسرحية عائلة محترمة، إنها حقا عائلة محترمة مثلا، أنا بختار وصف بطلقه، بشوف هل دول فعلا خير أمة للناس. وفي نفس الوقت أنا ماليش علاقة بالآية الدينية، أنا ما بنقدش دين، ما بنقدش أديان. نقد الأديان ده ليه ناس متخصصين فيه، بروفيشنال في نقد الأديان، معروفين. المتخصصين في نقد الأديان سواء في نقد الدين المسيحي معروفين مين هم، أو في نقد الدين الإسلامي معروفين مين هم. لكن أنا ما بنقدش دينيا، أنا بنقد واقع. أنا ماليش دعوة بالدين، الدين ده علاقة بينك ما بين ربنا. لكن أنا بقول إني القرآن الكريم قال للناس دي هتبقى خير أمة أخرجت للناس. لكن هل فعلا الشعب ده وصل فعلا مشي على كلام القرآن الكريم وبقى فعلا خير أمة أخرجت للناس، ولا خالف تعليم القرآن وما بقاش خير أمة أخرجت للناس؟ عشان كده النهارده برضو هنتكلم عن خير أمة أخرجت للناس متمثلة في القضاء. لأن لما بنيجي نتكلم عن خير أمة أخرجت للناس مش طائفة بعينها، دي مجموعات. هل دي فعلا بتعمل بما يرضي ربنا؟ هو خير أمة أخرجت للناس دي إيه؟ مفروض اللي بتعمل اللي بيرضي ربنا. هل الناس دي بترضي ربنا؟ وفي نقطة تانية عايز أثبتها كمان، إن القضاء في مصر بيحط أساس من أسس الإرهاب في مصر. ياه، القضاء بيحط لبنة من لبنات الإرهاب في مصر؟ أيوة، وهنعرف إزاي. هي منظومة متكاملة. منظومة الإرهاب في مصر دي مؤسسة عميقة، مؤسسة متكاملة. هو إيه الإرهاب؟ الإرهاب هو بس إنك تفكر؟ هو بس إنك تفجر طيارة أو تفجر مدنيين أو تفجر برج؟ الإرهاب كتير. إنك ترهب فقط شخص في أفكاره ده إرهاب. إنك ترهب شخص في أكل عيشه ده إرهاب. إنك تخطف أطفال قُصّر ده إرهاب. إن يكون في عصابات إجرامية بتخطف ناس وتطلب تطلب فدية ده إرهاب. إنك تجبر الناس على تغيير دينها ده إرهاب. إنك تهجر ناس من بيوتها ده إرهاب. إنك تقف على منابر الجوامع وتقول اقتلوا النصارى واقتلوا اليهود دول كفرة ده إرهاب. إنك أنت تحارب الإنسان في عقيدته، سواء يبقى مسيحي أو مسلم أو حتى ملحد،
ده إرهاب. أنواع كتيرة من الإرهاب لو عايزين نكتب فيها هنكتب فيها كتب. لكن أنا النهاردة هكتفي إن أنا أتكلم شوية عن القضاء في مصر، لأنها مصيبة المصايب. مصيبة المصايب. في يوم من الأيام، أيام الإخوان المسلمين ما كانوا ماسكين الحكم في مصر، كان في ناس ضد مرسي وناس مع مرسي، القضاة. لما قامت الثورة بتاعت 30 يونيو، اللي مع مرسي قالوا لا ده ظلم، واختصموا القضاء المصري وقالوا ان هم هيرفعوا شكواهم للناتو وحلف الناتو وللقضاء الدولي. الاخوان المسلمين، القضاة من الاخوان المسلمين ما رضوش عن بعض الاحكام. في نفس الوقت القضاة ضد الاخوان قالوا لا دول ارهابيين. يبقى هنا في ثغرة. لما نيجي في يوم من الايام نلاقي ان حازم ابو اسماعيل وجماعته حاوطوا المحكمة الدستورية، قال لك لان كل اللي فيها دول كفرة، واصروا على انهم يوقفوا بعض الاحكام القضائيه. الله، طب ده القصه واسعه. ده في مسلمين ضد احكام القضاء، وفي مسلمين بتأيد بعض احكام القضاء، وفي مسيحيين ضد احكام القضاء. طب ايه القصه؟ هل القضاء في مصر نظيف؟ هل القضاء في مصر نظيف؟ في اوجه قليله هو نظيف، لكن في المعظم القضاء في مصر غير نظيف. القضاء في مصر للأسف غير نظيف. هنمسك كده كام حاجة ونناقشها مع بعض بعقل وتفتحوا لي ذهنكم. نيجي للخصوص. اسم الخصوص ده اللي ما يعرفوش، اكتب اسم الخصوص على النت وهتطلع لك فضايح حصلت في الخصوص. ايه الكارثه اللي حصلت في الخصوص؟ احكي لكم كده ببساطه وحته حته وبالبلدي ونفهمها مع بعض. معهد ازهري، معهد ازهري، جم 2 مسلمين رسموا على المعهد الازهري الصليب المعقوف. الصليب المعقوف بتاع هتلر، علامه النازيه. طبعا اللي رسموا الرسم ده على المعهد الازهري اخوان، عشان كانوا ضد الازهر، فرسموا الصليب المعقوف على المعهد الازهري. مين اللي رسم يا عم؟ 2 مسلمين اخوان رسموها على ايه يا عم؟ على المعهد الازهري. قوم طبعا شيخ المعهد الازهري يطلع يتخانق معاهم. يتخانق مع مين؟ مع ال2 المسلمين. ازاي ترسموا صليب معقوف على الجامع؟ هيضربوا بعض. جارهم واحد اسمه سمير اسكندر، قبطي مسيحي، اخدته المجدعه الكدابه اللي بتاخد الاخبار دايما لما يحس ان هم يعني هيحلوا المشاكل. يا ريته ما اتدخل اساسا، كانوا غاروا في بعض الاثنين. لكن للاسف سمير اسكندر دوت دخل يحجز الخناقه اللي بين الاثنين الاخوان وبين الشيخ اللي هو ناظر المعهد الازهري دوت. يحوش من هنا يحوش من هنا يحوش من هنا يحوش من هنا، تقوم تتقلب الدنيا على مين؟ يتدوروا بدل ما كانوا بيتخانقوا مع بعض يتخانقوا مع سمير اسكندر وينزلوا ضرب فيه. اخوات سمير وعيله سمير جنبهم تيجي تدافع. قوم تخيلوا بقى ان ناظر المعهد الازهري ده الشيخ دوت يطلع يقول الحقوا النصارى بيضربوا في المسلمين. النصارى بيضربوا في المسلمين، زي موضوع رشا مجدي كده في التلفزيون ايام ماسبيرو. يقوم يحصل ايه؟ طبعا وياتونك من كل فج عميق، دعوه الى الجهاد ضد الكفره والمشركين. طبعا اخوان على غير اخوان دخلوا على سمير اسكندر وعلى عيله سمير اسكندر وعلى واضرب واضرب وكسر واقتل. عملوا ايه بقى؟ قتلوا 6 مسيحيين. نقول 5 الاول عشان هقول لكم السادس جت ازاي.
ودخلوا على الحريم الظاهر، حصل كذا وضربوا يمين شمال وكسروا كلام من دوت، وطلعوا حرقوا 3 سيارات الأقباط و4 صيدليات و8 بيوت. أثناء الأحداث دي في واحد مسلم مات، ما نعرفش بقى هل مات عن طريق نيران صديقة من المسلمين نفسهم أو الإخوان نفسهم عشان يشعللوا الدنيا ولا إيه، لكن لم يثبت اعتداء قبطي أو قتل من قبطي لدول لشخص. يبقى هنا قتلوا كام؟ الأقباط قتلوا 5. وفي واحد اسمه هلال صابر يا عيني، شاب راجع لا ليه ولا عليه، ولا يعرف ايه اللي بيحصل في البلد، ولا إيه، ماشي كده هيرجع بيته. معدي كده، ايه ده؟ مين ده؟ ما انتوا عارفين بقى لما بيحزموا البلد الجماعه المتعصبين دول، مسكوا مين ده يا عم؟ هلال مين يا عم؟ ورينا ايدك كده. بصوا لقوا الصليب، قوم اشتغلوا في عم هلال ضرب بالمطاوي في قلبه وفي صدره، وبعد كده فضوا عليه بنزين وولعوا فيه صاحي. طبعا الراجل مات. كده بقوا 6 ماتوا من الأقباط. كفاية كده؟ لا مش كفاية. المسيحيين راحوا يصلوا على شهداء الخصوص في الكاتدرائية في مصر، في الكاتدرائية، وطالعين بالجثث عشان يدفنوها. خلصت القصة؟ لا ما خلصتش. الإخوان يهاجموا الجنازة بتاعت الشهداء ويقتلوا كمان 2. شوف الفجر والنطاعة والبجاحة في دولة ما فيهاش قانون. يقتلوا كمان 2 عشان يبقى عدد الموتى 8. حلو. البوليس المصري الزنهار كالعادة يخفي الأدلة اللي هي تدين القتلة، يخفي الأدلة اللي ممكن تجيب حق الأقباط، يخفيها تماما، وهم أساتذة. خصوصا إن رئيس مباحث الخصوص في يوم من الأيام سمير اسكندر ده كان عايز يترشح لعضوية مجلس الشعب، فراح عشان يترشح. فرئيس المباحث قال له تترشح ليه؟ ما بلاش من الترشيح. قال له ما ترشحش ليه؟ أنا مواطن مصري من حق أترشح. قال له طب أنا بقول لك ما تترشحش. قال له لا، هسحب الورق وهترشح. قال له طب اسحب الورق وترشح. دي مشكلة قديمة بين رئيس المباحث وبين سمير اسكندر. طبعا رئيس المباحث عايز يأدب سمير اسكندر، فأخفى الأدلة كلها. طبعا أخفى ما أخفاش مش قصة ولا تفرق، وحتى لو جاب الأدلة ولا حاجة هتحصل. ليه؟ احكم بالعدل يا سعادة القاضي، على رأي شادية وريا وسكينة في المسرحية لما قالت له احكم بالعدل يا سعادة القاضي. القاضي حكم بإيه بقى؟ قاضي الهمام بتاع الدولة المؤمنة، بتاع دولة خير أمة أخرجت للناس، حكم ب25 سنة تأبيدة لسمير اسكندر، وحكم على 2 تاني 25 سنة تأبيدة و15,000 جنيه غرامة، وحكم على 2 تاني من نفس العيلة كل واحد ب15 سنة و10,000 جنيه غرامة، وحكم على 7 كل واحد 5 سنين. طيب قتل يا عم القاضي اللي انت بتحكم بالعدل وفاهم العدل، قال لك حكم على 3 كل واحد 5 سنين، و3 كل واحد 3 سنين، 1 6 أشهر عشان إتلاف البيوت وحرق البيوت. يا والدم يا عمي، والدم يا بشكوتة، الدم يا بشكوتة ملوش تمن. 8 ماتوا ملوش تمن. ملوش تمن. ليه؟ عشان المادة الثانية بتاعت الدستور، المادة الثانية بتاعت الدستور اللي بتحتكم للشريعة الإسلامية، اللي الناس لغاية دلوقتي مش عارفة المادة الثانية يعني إيه. المادة الثانية يعني المواطن المصري درجة ثانية، يعني المواطن المصري يتقتل، اللي قتله ما ياخدش إعدام وما ياخدش أحكام. المادة الثانية من الدستور اللي بتخلي القبطي كافر، ولا يؤخذ دم مؤمن بدم كافر.
طيب دي حقوق مواطنة. المادة الثانية بتنتقص حق المواطنة للمسيحي في مصر. الدستور ده محدش يضحك عليكم ويقول لكم انه دستور كويس. انتوا عملتوا ثورة، واكتر ناس ماتوا في الثورة المسيحيين الاقباط. وجود المادة الثانية من الدستور في الدستور بتشكل الطائفية والارهاب جوه مصر. لا موافقة على المادة الثانية للدستور. الأنبابولا بيخشى الحرج، ما يقدرش يقول ان الشريعة الإسلامية تنتقص. لا بتنتقص. الشريعة الإسلامية أساس الظلم في مصر، لأنها ما بتطبقش صح. عمر بن الخطاب الخليفة أوقف أحكام الشريعة في عام الرمادة، لأنه حس إنها لا تسير مع كل زمان ولا توافق كل زمان. ياسر برهامي والمجموعة بتاعت حزب النور عايزة تمشي المادة الثانية من الدستور عشان يبقى الأقباط في مصر في حكم العبيد، تعمل فيهم اللي أنت عايزه. الحكم ده بتاع الخصوص عايز يقول إيه؟ الحكم بتاع الخصوص عايز يقول للمسيحي أنت تتقتل وتتقتل مراتك، ممكن يدخل على مراتك تغتصب، لكن تحاول تدافع عن نفسك لا، مش من حقك انك انت تدافع عن نفسك. ده حكم الخصوص، حكم قضية الخصوص. عايز القبطي يتقتل وما يدافعش عن نفسه، حتى لو معاك سلاح في بيتك ودخل عليك حرام عايز السلاح تغتصب مراتك، لا ما تقتلوش، لان المسلمين هيطلعوا يقتلوا اهلك كلهم. لان الاخوان المسلمين هيقتلوا اهلك كلهم، بلاش نقول المسلمين. طب بل نقول حاجة تانية، لان المتعصبين اللي ما عندهمش دم ولا اخلاق ولا دين هيقتلوا كل الاقباط في البلد ويعتقدوا انهم هيخشوا الجنه. ده عندهم مننص طبعا، ده عندهم مننص. نيجي بقى الله، هي بس الحكم ده اللي هيخلينا نقول ان القضاء في مصر فاسد؟ لا، ده فيه حاجات كتير. تعالوا كده لاحداث مسبيرو. طبعا اللي ما يعرفش احداث مسبيرو يخش ويشوف احداث مسبيرو، وازاي ان المدرعات دخلت خلصت وفحمت وطحنت المسيحيين في مسبيرو. مش هقول لكم غير اقل حاجه بس. تخيلوا ان الثلاثه اللي كانوا سايقين المدرعات دي اللي خلصوا على الاقباط في مسبيرو طلعوا براءه. طب ليه طلعوا براءه؟ عشان هم تابعين للماده الثانيه من الدستور، عشان هم تابعين لماده خير امه اخرجت للناس، عشان هم ما يتاخدوش بدم قبطي. خير أمة أخرجت للناس. اللي زعلانين احنا يا دوب بنتكلم، ما مسكناش آلي وضربنا، ومع ذلك عايزين يسكتونا. ما تتكلمش، ما تجيبش سيرتنا، ما تقولش علينا إرهابيين. ده انتوا أساس الإرهاب في العالم كله، أساس الإرهاب في العالم كله، وما قدمتوش للبشرية غير الإرهاب. انسوا، ما تقدمش للبشرية على ايديكم يا متعصبين غير الارهاب. طالعين لي يعملوا لي مظاهره في انجلترا لا لشرب الخمر. لا لشرب الخمر، ما تشربش الخمر. لا لشرب الخمر، ونعم لجهاد النكاح ورضاعة الكبير. مش هم ده اللي عايزين يقولوه؟ ولما تتكلم لا يسكتوك. تتكلم ازاي؟ ما يصحش انك تتكلم. مسبيرو خصوص. نخش على قضيه جرجس بارومي، احكام قضاء برضه. انا بذكر لكم امثله بسيطه، لكن لو عايزين احنا هنقعد للصبح، مش هيكفينا وقت ولا هيكفينا يوتيوب ولا هيكفينا فيديو، لكن بجيب لكم حاجات خفيفه قوي. جرجس بارومي شاب على حماره بيبيع فراخ، سنه صغير، مفيش يعني 17 18 سنه ولا حاجه. الشاب ده اتهمته بنت عمرها 12 سنه انه على الطريق السريع هجم عليها على الحماره بتاعتها واغتصبها على الحماره على الطريق السريع. يعني هي على الحمار وهو ركب عليها، هي على الحمار، اغتصبها على الحمار والحمار ما اتحركش والعربيات رايحه وجايه كده عادي.
المهم بعد يومين ثلاثة الأم تاخد البنت وتروح يشتكوا جرجس بارومي إن هو اغتصب بنتهم اللي هي 12 سنة. والغريبة بقى إن الكشف الطبي على جرجس بارومي أثبت إنه ما بيعرفش. عارفين الصراحة راحة يا روحي وأنت ما بتعرفش؟ ما بيعرفش. مش ما بيعرفش عشان ما قراش كتاب سكس ولا حاجة، لا، ما بيعرفش إنه عنده نقص عضوي ما يخلوش أساسا يقدر يمارس جنس. طب هي الحكاية إيه أساسا؟ الحكاية إن جرجس بارومي أساسا كان بيبيع فراخ لأم البنت دي، وإن هي عليها فلوس ما دفعتهاش. ليه؟ فهددها إنه هيشتكيها إنها ليها عندها فلوس وهي ما دفعتهاش. فسكت جرجس بارومي إزاي؟ تلبسوا حكاية زي كده. تلبسوا حكاية زي كده. طبعا جرجس بارومي هو في المحكمة وهناك، والطب الشرعي قال إن هو ما بيعرفش. البلد كلها قالت لو طلع بره المحكمة هنقتله. طب ليه مع إنه بريء؟ ما هو كده. هو كده. هو كده. وأنت عايش وسط ناس؟ وأنت عايش أساسا وسط بشر؟ يتحكم على جرجس بارومي من القاضي ب 15 سنة سجن. هذا الشاب البريء 15 سنة سجن. هو حقه هيروح؟ لا لا، ربنا موجود. إذا كنتوا فاكرين إن حقه هيروح، لا، ربنا موجود. وأي حد بيجي على الغلابة ربنا بيجي عليه وما بيكسبش. بس أنا عايز أقول حاجة، الناس دي كلها ما تسيبوش القضايا دي. القضايا دي لازم تترفع في محاكم دولية. كفاية السكوت كده. وأوروبا اللي هي نايمة صحوها على اللي بيحصل في مصر، وصحوها على اللي بيحصل بكرة في أوروبا وفي أمريكا. ده مخطط تنظيمي على مستوى العالم لهدم كيان البشري وتعظيم الكيان الإرهابي على كل دول العالم. مش عايز أقول أكتر من كده، بس القضايا دي ما تتوقفش. القضايا دي ما يتسكتش عليها. القضايا دي لازم تترجم وتتعرض في كل دول العالم وعلى التي في كل دول العالم. كفاية كده جزء النهاردة عن فساد القضاء المصري مع خير أمة أخرجت للناس. وشكرا لكم. دكتور وجيه رؤوف.